استكمالا للمنتجات اللي دايما بنشوفها على الانترنت، جبنا لكم النهارده شويه منتجات هنجربها سوا ونشوف ايه المفيد وايه اللي يستاهل نحط في فلوسنا وايه اللي مش مفيد ونستبعده خالص. اول منتج هو الشراب السيليكون اللي بحزام. الشراب السيليكون ده في منه منتج من غير الحزام، وللاسف لما بيتلبس في الرجل بيفلت على طول، فهو مش عملي بالمره اللي هو من غير حزام. لكن ده بتلاقيه ان هو ماسك في اعلى جزء في القدم فما بيطلعش. وكمان الميزه في الشراب ده انه مرتبط جدا برضه بفصل الشتاء. الناس اللي عندها مشاكل وتشققات في القدم وفي كعب الرجل مهم قوي ان هي لو حطت كريم اي كريم مرطب ولبست الشراب، فهو الشراب بيعمل ان هو بيعرق الرجل شويه بيحتفظ بنسبه الدهون اللي موجوده بالكريم وما بيخلوهوش ان هو يتمسح يعني. زائد كمان ان في مسام زي ما انتم شايفين كده علشان تهوي الرجل برضو وما تكتمهاش. برضو نقطة ان هو سميك شوية، فلو انتي تقدري تلبسيه على الشوز والشوز يبقى واسع سيكة كده فهيبقى برضو مناسب جدا. مرتبط طبعا بفصل الشتاء والمشاكل للقدم وخاصة كبار السن، فبنلاقي عندهم المشكلة دي وهم اكثر طلبا للمنتج الحلو ده. تاني منتج هو سلايم التنظيف للأماكن الصعبة زي الكيبورد، التكييف بتاع العربية، أي حاجات بندخل السلايم ده كده بشكل هنشوفه مع بعض بتبقى ممتازة وبتطلع كل التراب والحاجات اللي احنا ايدينا مش بتطولها. على فكرة بيتدغدغ جوه، بيدخل جوه الثنايا علشان يجيب كل الحاجات اللي جوه اللي احنا مش شايلينها. زي ما احنا شايفين كده السلايم هو قوام جيلي شويه مجلجل كده. انا حاسه ان انا في ايديا ميه، ولكن لما تيجي الحقيقه هي ايديا ما فيهاش اي حاجه. تالت منتج معانا هو شرائح المعطره للتنظيف. الشرائح دي عباره عن يعني زي الصابون بنحطها في الميه اللي هننضف بيها الباركيه او السيراميك او اي حاجه عايزه انضفها. ريحتها حلوه. عايزه احط شيت واحد او اتنين حسب الرغبه وحسب قوه الرغوه نفسها. جبنا بولة الميه اللي ممكن هنحط فيها شيت الصابون واحد اهو. شايفين ده ازاي؟ هو الريحه بتاعت الشيت مش باينه قوي، ولكن الملمس فعلا اكنه ميه بالصابون. الميزه برضو ان ممكن ما يبقاش عملي قوي في البيت على قد ما هو ممكن تحطيه في عربيتك خارجه بره البيت. هو ده فعلا الاستفاده منه قوي لان مش متوفر دايما الصابون ومتناول في ايدينا على طول دايما بره البيت، فمفيد قوي ان تخليه في شنطتك او في عربيتك. ثالث منتج هو الشنطه المسعفه. هي شنطه بتحطيها في شنطه ايدك لاي ظروف انت رايحه بعد شغلك تجيبي شويه خضار، تجيبي عيش، تجيبي اي حاجه، فهي بتبقى في شنطتك على طول تقدري تحطي فيها المحتوى اللي انت عايزاه، وكمان بيبقى شكلها شيك احسن من الاكياس البلاستيك. هي بتتفتح كده، ناخدها في الاتجاه ده كده عشان نساعدها ان هي تطلع. الجزء ده انا بحطها هنا عشان ندخلها تاني، يعني تشيل حبه حلوين، يعني تشيل كيلوات حلوه يعني. نرجعها تاني نفس الاتجاه كده. المنتج اللي بعد كده هي شوكة الخضار. فكرة التحكم في الثمرة نفسها وانتي ماسكاها وبتقطعيها، المسافة بين كل سن وسن بتخليكي تقدري تدخلي السكينة وتقطعي حتى الشرايح الصغيرة قوي لو انتي عايزة تعملي طماطم او البصل الصغير تقطيع صغير قوي هتفيدك كويس قوي. الجراب كمان مهمة قوي، يعني فكرة انك انتي تحطي الجراب بتاعها او تحطيها وتحتفظي بالجراب بتاعها، وسهله ان انا اسلك منها الثمره.
في رحلتنا ان احنا بندور على المنتجات اللي تفيدكم وتفيدنا. النهارده كان معانا الشراب السيليكون اللي بحزام من فوق اللي بيمط كتير، كمان شوكة الخضار، الشيت صابون اللي ممكن تاخديه في عربيتك او في اي مكان بره البيت هيفيدك جدا للتنظيف، كمان السلايم التنظيف اللي ممكن يدخل بين الثنايا اللي احنا مش بنوصل لها زي الكيبورد وزي الحاجات اللي موجودة في العربية زي التكييف والمخارج والمداخل اللي موجودة والتفاصيل الكتيرة اللي موجودة في العربية. وكمان معانا الشنطة اللي ممكن تحطيها في شنطتك اللي ممكن تلفيها وتدخلي كل محتواها وتلملميها كلها بسرعة في البكرة بتاعتها، وقت اللزوم تستخدميها وانت راجعة من شغلك وجايبة حاجة البيت. انتظرونا في منتجات تانية كتير، ونحب دايما نعرف منكم ايه اللي انتوا عايزينه نجربه لكم.